مرحبا، كيفكن؟ اليوم بدنا نعمل دجاج مع البطاطا بالحامض والثوم. أول شي بدنا نسلق الدجاج ومنحط معلقتين صغار ملح، وهلا بدي احط قرفة. منزيد بهار على الدجاج كرمال تعطي طعمة طيبة، وفيكن تزيدوا اي شي انتو بتحبوه تنكهوها للدجاجة. وانا هون حزيد حامضة صغيرة كرمال الزنخة وكرمال يكون الدجاج طيب. وهلأ حاتركه على النار ليستوي ورجعنا لكم. وهون قشرنا نص كيلو بطاطا وقطعناه بهذا الشكل وملحته، وهلأ بدي اقليه. وهلأ هون من بعد ما قلينا البطاطا بهذا الشكل بدنا نحط الدجاج. هلأ بدنا نحط الدجاج اللي سلقناهن، أكيد من بعد ما نفصفصوا بهذا الشكل. هلأ بنحط مع البطاطا هلأ هون على جنب بدي ادق تقريبا شي 6 حصوص ثوم حجم وسط مع رشة ملح، وعصرت فوقن 3 حامضات حجم كبير. هلأ بخلطهم بهذا الشكل مع بعض وبزيدن فوق البطاطا والدجاج. وهلأ برجع بزيد فوقن مرقة الدجاج تقريبا شي كبايتين كبار، واخر شي بزيد عليها شوية زيت نباتي وبتركها على نار هادية. وهلأ بتركها تقريبا شي ساعة على النار حتى ينخلطوا هيك مع بعض ولا تتعقد عنا الطبخة. وهيدا هو شكل الطبخة من بعد ما خلصت. ما بخبركن على طعمتها شو طيبة، بنصحكن جربوها ما رح تندموا. وما تنسوا تعملولنا لايك وسبسكرايب للصفحة عشان يوصلكن كل جديد.